بصوة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أبنائي وإخوتي جمهور النادي الأهلي الكريم، أسعد الله مساءكم. إنه لشرف كبير لي أن أحظى بإجماعكم على تصعيدي بأمانة الجمعية العمومية، والتي لا شك أنها عبء ثقيل لا أظن أنني بقادر على تحمله، ولكن رغبة الجماهير فوق كل شيء. إن جميع من دفع بهم هم أبناء النادي الأهلي، وكلهم إخوة، ولكن أقول لكم إنني سأسعى بكل جهدي لأن ذوب بعض المشاكل والفقاقيع الموجودة في النادي، فإن وفقت فإنني باقي، وإذا فشلت فإنني سأعتذر، لأن جو ما يكون جو أسري، جو وهداوي 100%، أنا لا أستطيع أن أعمل فيه. ربي يحفظك يا عم موسى والله. وفي هذه المناسبة أتمنى لمن دفعتم به للجمعية للهيئة الإدارية كل التوفيق، وأرجو من الذين لم يحالفهم الحظ أو لم يتم الدفع بهم أن يتعاونوا مع زملائهم، وإن قضية الانقسامات والتشرذم هي التي جعلت النادي في هذا الوضع السيء. ونزولنا عند خير اسمع انا راني حصرة ما يتعدى علي حتى حاجة. ركبتوني هيك وربي ولا مانيش خاصر شيء. بحب النادي الاهلي، وحب النادي الاهلي ماهوش يعني طفح يطلع على وجه الناس اللي عنده حقوق اكثر هو يحب النادي. احنا كلنا نحب النادي الاهلي وكل بطريقته، وهذا الخلاف اللي موجود هو في الواقع خلاف صح، خلاف لابد منه، اما الناس كلها تمشي في اتجاه واحد تظن. على كل حال الإخوان يجاهدوا في وقتهم للقائد والمعلم موحد أفريقيا واللي بأفكاره وبنظرياته. نحن نجتمع هنا ونعين من نعين ونصعد من نصعد في جميع المواقع، مش حتى في إدارة النادي، في أرض المواقع